دكتور مبروك مبارك سليم رئيس حزب الأسود الحرة والأمين العام لجبهة شرق السودان، أهلا بك معنا في هذه التغطية بمناسبة مرور عامين على النزاع في السودان. أهلا وسهلا أستاذ ضحى، وأحييك وأحيي مشاهدينك وقنواتك الفضائية. شكرا. أولا أنتم كنتم من الموقعين على وثيقة تأسيس، لماذا؟ وقعنا على وثيقة تأسيس. هذا طبعا الميثاق هو ميثاق سياسي يعالج المشكلة الأساسية السياسية اللي من منظورنا أنها لابد تعالج، فوقعنا عليه. وهذا الميثاق له أهداف: إيقاف الحرب والتحول المدني الديمقراطي. البعض يقول أن المشكلة هي أن الغرب يشعر بالتهميش. أنت الأمين العام لجبهة شرق السودان، ما الذي جمع مشاكل الشرق مع الغرب؟ أولا نحن سودانيين، ومن لم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يهتم بأمر المسلمين فهو ليس منهم. بلدنا في حرب، شعبنا يقتل يشرد، دمرت البلاد. هذه الحرب حرب لعينة، حرب بكل ما تعني كلمة الفظاعة، هي فظيعة، ولا توجد لها أسباب منطقية. أسبابها هي لا ترضى أن تكون حرب في السودان. طيب لماذا تشاركون فيها؟ نحن لسنا مشاركين في الحكومة، في الحرب. أنا أتحدث عن الحرب. نحن سياسيين، نحن لا نؤيد الحرب. احنا كحزب في أول يوم مما قامت هذه الحرب أصدرنا بيان ومستندين على قول الله سبحانه وتعالى: وإن طائفتين منهم اقتتلوا فأصلحوا بينهم، هذا الأمر، وإن بغت إحداهما على الأخرى فحاربوا التي تبغى إلى أن تفيء إلى أمر الله. هذا أمر إلهي. الأمر الإلهي. طلعنا بيان في أول أيام، حاولنا أن توقف هذه الحرب، وفرحنا بمنبر جدة، وحاولنا ولم نصل إلى حل. عندما اجتمعت المدنيين جميعا في أديس أبابا وكونت تقدم، فرحنا بذلك أن هذه قناة توصلنا إلى ما نحن فيه. أخذنا سنة كامل ونحن في تقدم وكلها رجاءات. وعندما اجتمعنا في عنتبة رأينا أننا في هذا المدى الذي كونا فيه تقدم، لا توجد لدينا آلية